السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية العدس في منام المرأة المتزوجة والعزباء والحامل والمطلقة. رؤية العدس في منام المرأة المتزوجة بيدل على مال صعب المنال. أما إذا رأت المرأة المتزوجة العدس البني في الحلم بيدل على الشقاء والتعب مع العائلة. تشير رؤية العدس الأسود في منام المتزوجة إلى ضرر وأذى يصيبها. رؤية العدس الأحمر في منام المرأة المتزوجة بيدل على أفعال غير محمودة. أما أكل حبوب العدس في المنام للمتزوجة بيدل على هم ثقيل. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تطهي شوربة العدس في المنام بيدل على وصولها لما تريد. رؤية زراعة العدس في الحلم للمتزوجة بيدل على الحمل القريب. رؤية الزوج يحصد العدس في المنام بيدل على تحقيق المكاسب والثروة إن كان في وقته. أما شراء العدس في المنام للمرأة المتزوجة بيدل على التعب في إدارة شؤون بيتها. أما إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تشتري العدس المجروش في المنام بيدل على تسهيل أعمالها. إذا رأت الفتاة العزباء حبوب العدس البنية في الحلم بيدل على مرورها بالصعاب الشديدة. وبتشير رؤية العدس الأسود في المنام للعزباء إلى الفشل والعسر. رؤية حبوب العدس الخضراء في الحلم للعزباء بيدل على الضيق في الأحوال. حلم حبوب العدس الصفراء للعزباء بيدل على التعرض للحسد أو المرض. أما أكل العدس المطبوخ في المنام للعزباء بيدل على تحقيق أمنية وبلوغ المقاصد. أما إذا رأت الفتاة العزباء إنها تسلق العدس في المنام بيدل على السعي لتحقيق هدف. أما حلم تنظيف العدس للعزباء بيدل على الابتعاد عن المشاكل. أما رؤية زراعة العدس في الحلم للعزباء بيدل على قرب الزواج. رؤية حصاد العدس في المنام للعزباء بيدل على تحقيق النجاحات والأهداف. إذا رأت الحامل إنها تأكل شوربة العدس في الحلم فهذا بيدل على خروجها من وعكة صحية. رؤية تنظيف العدس في المنام للحامل بيدل على الراحة بعد التعب. رؤية زراعة العدس وسقيه في الحلم للحامل بيدل على حسن الاهتمام بالحمل. رؤية حصاد العدس في المنام للحامل بيدل على قرب موعد الولادة. رؤية العدس في منام المرأة الحامل بيدل على جنس الجنين وبيكون ذكر بإذن الله. أما إذا رأت المرأة الحامل إنها تأكل العدس المطبوخ في الحلم بيدل على الصحة والقوة في الجسد. رؤية أكل حبوب العدس الأسود في المنام للحامل بيدل على ضرر يصيب الجنين. أما الحلم بأكل العدس الأصفر للحامل بيدل على المرور بمشاكل صحية. رؤية العدس في منام المرأة المطلقة بيدل على المتاعب العديدة. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تأكل الرز مع العدس في المنام بيدل على السعادة والهناء. رؤية أكل العدس الأسود في المنام للمطلقة بيدل على الحزن والألم. ورؤية أكل العدس البني في الحلم للمطلقة بيدل على التعب الشديد. طبخ العدس في الحلم للمطلقة بيدل على حسن المساعي. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تأكل حبوب العدس مع طليقها في المنام بيدل على المشاكل معه. رؤية زراعة العدس في حلم المرأة المطلقة بيدل على الزواج من جديد. أما إذا رأت المرأة المطلقة الميت يعطيها العدس في المنام بيدل على حسن أحوالها وتغييرها للأفضل. ده كان تفسيرنا النهاردة. أتمنى يكون التفسير عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.